هذه الوصفة حرفيا ما يمر يوم إلا أسويها، طعمها مرة لذيذ وطريقتها سهلة. تعالوا نسويها مع بعض. نحتاج كوب حليب محموص، وكوب شوفان مطحون، وملعقة صغيرة بيكنج باودر، وملعقة صغيرة قرفة، ورشة فانيليا، وفنجان سكر. نقلب هذه المكونات الجافة مع بعض ونضيف عليها الحليب لين نحصل على هذا القوام، ووزعها بالقوالب وأدخلها الفرن 7 دقايق. وبس كذا وصفتنا تكون جاهزة. واستمتعوا بألذ فطور صحي ومشبع لفترة مرة طويلة. وحنا جالسين نفطر فجأة قررنا نسافر للمدينة، وطبعا ما فكرنا، على طول شلنا أغراضنا ومشينا. أخذنا قهوة للطريق، والطريق كان كله راحة نفسية. بس فكرة إنك رايحة تصلين المسجد النبوي شي يريح القلب. والحمد لله وصلنا المدينة ولحقنا على صلاة الظهر. وبعد الصلاة طلعنا نتغدى، كنا مرة جوعانين والأكل مرة لذيذ. وبعد على طول رحنا للفندق، والحمد لله على هذه اللحظات البسيطة الجميلة.